هو بيكسر الازاز وبيدخل وياخد الجيتار ويعتذر لصورة ارنستو اللي موجودة على الحيط، لكن بعدها بيسمع اصوات الناس اللي اكتشفت السرقة. لكن لما بيدخلوا بيجري منهم ميكيل ويهرب بسرعة، فبيقع في حفرة، ولما بيقوم بيلاقي نفسه في وسط الاموات، فبيتخض جدا ويعرف ان هو دخل عالم الاموات وان دول عيلته الميتين، فبياخدوه عيلته عشان يوروه عالم الاموات. فبيتفرج مايكل على الاموات وهم بيحاولوا يعدوا الجسر، وكل واحد لازم يثبت ان في حد من عيلته حط صورة على المسبح عشان يعرف يعدي. وبيدخل ميكائيل مع عيلته عشان يعرف يعدي الجسر، وبيتفرج عليه الاموات بانبهار. وبيدخل ميكائيل على جدته اميلدا وبيقول لها ان هو اخد صورتها من على المسبح وان دي كانت مجرد حادثة بسبب الكلب بتاعه. وبيطلب الموظف من ميكائيل ان هو يجيب مباركة عيلته عشان الجدة اميلدا تعدي الجسر وهو يعرف يرجع لحياته الطبيعية. وبالفعل الجدة اميلدا بتدي مباركتها لميكائيل وبيرجع لحياته الطبيعية عشان يلحق يحط صورتها على المسبح وتعرف تعدي. لكن ميكائيل لما رجع قرر ان هو ياخد الجيتار ويروح الحفل، لكن بمجرد ما يمسك الجيتار بيرجع لعالم الاموات وبيتضايق وبيقول لجدته ان دي حياته